بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما دايما تكونوا بخير وفي اتم صحة وفي اسعد حال ان شاء الله. النهاردة احنا خارجين عن نطاق الاكل والمطبخ والحاجات دي، بس قلت اتكلم معاكم في حاجة كتير قوي لفتت نظري على الفيسبوك، فقلت اوعيكم وانصحكم منها. ممكن في ناس كتير قوي تقع فيها وتبقى مشكلة كبيرة، فانا كاخت ليكوا بنصحكم لوجه الله تعالى ان في بوستات بتنزل، البوست بينزل يقول اللي محتاج شغل من البيت ساعتين من البيت، مش عارفه الساعه بتبقى بكام، وبيقولك على مبلغ مغري، ساعه ب500 جنيه وساعه مش عارفه ايه ب800 جنيه. كل الحاجات دي يا جماعه انا شايفاها ان حاجات كلها كذب، والا من رحم ربي في ممكن يكون حد صادق، بس انا بكلمكم صدق ان فعلا يعني واحده حكت لي ان اتصلت بيها واحده بسبب ان الموضوع شغل يعني، وقالت اشتغل من البيت وما سيبش ولادي وده ويبقى باب رزق ليا واوسع على نفسي وعلى بيتي لان انتوا شايفين العيشه بقت مع الناس صعبه جدا، ربنا ييسرها علينا وعلى الجميع يا رب. فاكتشفت ان واحده بتقول لها تيجي عندي وطب طبيعة الشغل ايه اللي الساعة ب500 جنيه دي؟ قالت لها الساعة ب500 جنيه. قالت لها طبيعة ايه الشغل اللي الساعة ب500 جنيه ده؟ بتقول لها تجلسي رجالة وتعملي لهم شاي وتعملي لهم قهوة، كل ما تقعدي ساعة تانية تبقى 1000، ساعة تالتة تبقى 1500، 4 ساعات ب2000 جنيه. فده طبعا يا جماعة بصراحة يعني انا مش عارفة شغل ايه ابو 2000 جنيه دون، وجالس رجالة ليه؟ وحرام طبعا، لا اله الا الله. وبعد جلسة الشاي والقهوة دي ايه اللي هيحصل؟ طبعا حضركم كلكم عارفين ممكن ايه اللي يحصل والبلاوي الزرقاء اللي هتحصل فيها. فده يا جماعة محدش يسمع حاجة زي كده، واكتبي تم واكتبي مهتم والحاجات دي كلها. واللي يقولك انا بنزل معرفش كارد بصورة البطاقة ومش صورة البطاقة وحاجات كده، يعني مش عارفين، ما كناش بنسمع عنها او بنشوفها. فربنا يتولانا. ممكن ناس نفوسها ضعيفة ظروفها غالبة عليها تقع في شبكة زي دي، او عيالنا او بناتنا، خلوا بالكم منهم، فتحوا عينيكوا عليهم. الفيسبوك ده بقى في كل ايد وفي كل بيت وفي كل باب وفي كل شارع، يعني مش بعيد عن حد. ربنا يرحمنا برحمته يا رب ويخفف عنا بحق لا اله الا الله وييسرها على الجميع. ما وصلتش للدرجة دي ان الناس هتبيع نفسها يعني. ربنا يرحمنا برحمته. واقول ربنا يجازيكم كل خير، وقولوا لي ايه رايكم في الفيديو، وعايزه احلى لايك من ايديكم علشان يوصل لناس كتير قوي كموعظه، وربنا ييسر للجميع يا رب بحق لا اله الا الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.